سلام، لسه مكملين مع الكي تيرمز. اول حاجه في الكي تيرمز داي لايت سيفنج تايم الدي اس تي، وده بيبقى سيزونال كلوك ادجستمنت، تغيير الساعه من سيزون الصيف لسيزون الشتاء، وبتبقى غالبا ساعه بتقدم او بتتاخر. في الصيف بنقدمها وفي الشتاء بنأخرها. دي لو احنا بنتعامل مع حد او مسافرين ليوروب، الساعه دي بتتسمى بدل داي لايت سيفنج سمر تايم. ومثال عليها نيويورك بتتغير ما بين اليو تي سي -5 ان وينتر ويو تي سي -4 ان سمر. تاني تعريف عندنا الاي دي ال او الانترناشونال ديت لاين، ده خط وهمي عن لونجيتيود او خط طول 180 تقريبا، يعني بيتغير بعد الوقت، يا اما بنخسر يوم كامل يا بنضيف يوم كامل. مثال على كده مثلا ان احنا نروح في رحله من طوكيو للوس انجلوس، ده ممكن يخلينا ان احنا نوصل بدري في نفس اليوم، يعني انت تبقى طالع يوم الاثنين توصل يوم الاثنين قبل ما طلعت، بس في البلد الثانيه. سبحان الله. فاكرين المره اللي فاتت لما قلت لكم في حاجه اسمها بي ان ار، وهقولها لكم بعدين بس خليها في عقلكم دلوقتي. ده وقتها البي ان ار او سجل الحجز او الباسنجر نيم ريكورد، وده بوكينج كود اللي بيتخزن فيه الايتينري بتاعت الرحله بتفاصيلها، معلومات المسافر، الباسنجر انفو، المعلومات بتاعت الطيران، الفلايتس بتاعتك، الحجوزات بتاعتك كلها، خطوط الطيران اللي بتسافر عليها. وكمان دي دايما بيستخدموها الترافل ايجنتس، لو بتتعامل مع ترافل ايجنتس او شركه سياحه معينه بتسافر عن طريقها وعامل حجوزاتك عن طريقها، هم دايما بيعملوا لك الباسنجر انفو دي، ودي بتبقى يعني زي تنظيميه كده للرحله كلها. دلوقتي هنكمل مع التعريفات. في كام تعريف اللوز ومن غير ما تتخض. اول واحده فيهم اسمها المالتي ليج ايتينري، ودي بتبقى عباره عن ان الجيرني نفسها او الرحله بتاعتك بتتكون من اكتر من كونكتد فلايتس، بنسمي الفلايت الواحده ليج. مثال على كده مثلا لما اخد طيران من مومباي لدبي، وبعدين من دبي للندن، وبعدين من لندن لنيويورك، دي مالتي ليج ايتينري. في حاجه ثانيه بقى مشهوره جدا اسمها الار تي دبليو او المالتي ليج ار تي دبليو ستايل ايتينري، او اللي هي راوند ذا وورلد، يلا بينا نلف العالم في 48 ساعه مثلا، حاجه كده. اللي بعدها الليج ديوريشن، دي زي اللي هي كانت تاني حلقه مسائل، اللي هو احنا بنحسب الفلاينج تايم بتوين ديبارتشر اند ارايفل لسيجمنت واحده. سيجمنت واحده يعني رحله واحده او جزء واحد بس من المالتي ليجز. في بعد كده حاجه اسمها لاي اوفر، وخلوا بالكم انا سميتها لاي اوفر، ما سميتهاش ترانزيت، وهيجي في وقت اقول لكم ايه الفرق ما بين لاي اوفر وترانزيت. اللاي اوفر هو الوقت اللي احنا بنستناه ما بين تو كونكتد فلايتس، او ما بين تو ليجز، او ما بين رحلتين طيران، وده بيبقى نوعين، يا اما بيكون شورت لاي اوفر بيكون كام ساعه بس لازم نبقى واخده حسابهم وانا بعمل البلان بتاعتي، او بيكون اوفر نايت لاي اوفر، وده معناها ان انا بحجز اوتيل، ولو يكون الاوتيل بتاع المطار، معظم المطارات اعتقد فيها اوتيلات، علشان استنى لتاني يوم لما الرحله بتاعتي تكون موجوده. فيعني ممكن يكون طويل وممكن يكون قصير، بس لازم يتاخد في الحسبان الوقت ده. مثال بقى على الار تي دبليو او الرحله حوالين العالم راوند ذا وورلد، او المالتي ليج ار تي دبليو ستايل. ليج 1 من كايرو لاسطنبول، ليج 2 من اسطنبول لسنغافور، وليج 3 من سنغافور لسيدني، وليج 4 من سيدني للوس انجلوس اللي هي بتبقى كروسنج الاي دي ال او الانترناشونال ديت لاين، وليج 5 لوس انجلوس تو نيويورك، وليج 6 نيويورك تو لندن، وبعدين بعد كده باك تو كايرو. ان شاء الله نوصل للحظه اللي نعمل فيها الفيديو بتاع مساله زي دي. قولوا يا رب. من الحلقه الجايه هنبدا ان احنا نتدرب في المسائل، وهنطبق على الكام تعريف اللي احنا عاملينه، ومكملين بنفس الطريقه اللي اشتغلنا بيها قبل كده. هنجيب المساله، نحط القاعده اللي احنا هنحل بيها، ونبدا نحلها سواء بطريقه يدوي ان احنا بنجيب البيانات بتاعتنا، او بالسهل. اشوفكم في الحلقه الجايه.